لو انتي راجعة من الشغل تعبانة ومتفرهدة من الحر ومحتارة تعملي اكل ايه النهاردة، او ست بيت ومحتارة برضو تعملي اكل ايه النهاردة، هنعمل النهاردة مكرونة في الفرن باللحمة المفرومة. اوعدك ان هي مش هتاخد اكتر من 15 دقيقة. المكونات سهلة، الطريقة بسيطة جدا، والطعم كان تحفة وريحتها تجنن. واوعدك ان ولادك وجوزك هيتهبلوا من الطعم وهيقولولك عايزين منها. تابعي معايا الفيديو للاخر. اول حاجة هنسمي بسم الله. هنحط حلة على النار فيها مية ونغطيها لحد ما تغلي. انا هنا معايا بصلاية كبيرة، هضربها في الكبة او هبشرها، وبعدين هجيب حلة صغيرة احطها على النار وهنزل بالزيت او اي مادة دهنية انتي تحبيها. وبعدين ده البصل بعد ما ضربته في الكبة هعصره كويس جدا من المية، لان انا لو ما عصرتهوش هياخد مادة دهنية كتير جدا وهياخد وقت على النار عقبال ما يستوي. وبعدين هنزل بيه على الزيت بعد ما سخن واقلب بالشكل ده. وهنزل بشوية من الزيت بالشكل ده علشان البصلة تتحمر، علشان البصل زي ما انتوا شايفين كان كتير يعني، والمادة الدهنية او الزيت كان شوية. وبعدين هاجي هنا اشوف المية اهي بعد ما غليت، وهنزل بمعلقتين ملح وهنزل بكيس مكرونة حوالي 400 جرام واقلب بالشكل ده. طبعا انا مش بحط زيت، اللي عايز يحط زيت كل واحد وراحته. وارجع تاني هنا اقلب البصلة زي ما انتوا شايفين. هنا بدأ لونها يتغير وانا عايزاه يكون لونه متكرمل، وهفضل اقلب بالشكل ده لان الطريقة دي بتدي للحمة المفرومة تيست عالي قوي 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 وبيبقى طعمها تحفة. وبعدين هنزل بمعلقة توم مفروم وهقلب. وهنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة هقلبها بالشكل ده واحاول افك اللحمة من بعضها. واحدة واحدة بالشكل ده. وبعدين هنزل بحوالي ربع كوباية مية مغلية واقلب زي ما حضراتكم شايفين كده، وبرضو افك التكتلات بتاعة اللحمة المفرومة. وبعدين هغطيها واسيبها شوية. هنا بقت اللحمة تمام، لونها اتغير. وهنزل هنا بالتوابل: فلفل اسود، كمون، ثوم بودرة، بصل بودرة، قرفة، 7 بهارات، وكزبرة ناشفة. دي المطحون. نص معلقة هريسة شطة، عندي فلفلتين اخضر كوبي وطماطمتين.
وهنغطي عليه. هنحط معلقتين صلصة، واحد، اتنين، هنظبط الملح، نص معلقة من السكر، زود مية بالكافي، هفتح كده على اللحمة واشوف ايه الاخبار. هي كده تمام استوت، كل حاجة بقت مظبوطة. هدوق بقى الطعم واشوف ناقصها ايه. الطعم حكاية. وبعدين هنزل باللحمة المفرومة. بعد ما سلقت المكرونة شطفتها وصفيتها ونزلت فيها في البايركس. لو مش متاح بايركس ممكن اي صينية فرن عادية جدا، مفيش مشكلة. هقلب كل المكونات كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وفعلا الطريقة اهي قدام حضراتكم، سهلة جدا وبسيطة وما اخدتش حرفيا وقت. مجرد ان انا سلقت المكرونة والحلة التانية او العين التانية عملت اللحمة المفرومة، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. وهدخلها الفرن تقعد 7-8 دقايق يدوبك تاخد لون. وهنزل باخر حبة لحمة مفرومة فوق الوش بالشكل ده. المكونات اللي انا نزلت بيها في اللحمة المفرومة الطماطم والفلفل والبصل، كل الحاجات دي ضعفت الكمية. شايفين الطاجن والله ولا كأنه نص كيلو لحمة مفرومة. كده انا خلاص خلصت. وامسح كده الصلصة اللي هي اتدلقت على الجناب، علشان لو اتحرقت في الفرن هتخلي ريحة المكرونة مش حلوة. وده الشكل النهائي بعد ما طلعت من الفرن. هي دوبك دخلت الفرن على درجة حرارة 200، 7-8 دقايق اخدت بس لون. كل حاجة مستوية، المكرونة مستوية واللحمة مستوية، هي بس اخدت لون. وده المنظر. وهنيجي نسمي بسم الله. بصوا المنظر عامل ازاي، والريحة تجنن بجد. مش هتندموا ان انتوا عملتوا الطريقة دي. طبعا في ناس كتير عارفاها، عارفة الطريقة دي والوصفة دي. حاجة في منتهى اللذيذة، سهلة وسريعة ومشبعة وطعمها يجنن. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم يجنن.